كرة القدم أشهر وأهم الألعاب والرياضات على مستوى العالم، وأكترها متابعة وشعبية. بس جمهور الكورة الكبير ده لو جيت سألته عن تاريخ اللعبة وبداية ظهورها وانتشارها بنسبة 90% هيجاوبوا غلط. طيب لو قلت لهم إن الفراعنة هم أول ناس لعبوا كورة في التاريخ، تفتكر ممكن يصدقوا الكلام ده ولا لأ؟ في يقين تام عند المصريين إنهم عرفوا كرة القدم على إيد الإنجليز وقت الاحتلال البريطاني على مصر، وإنهم كانوا بيتفرجوا على العساكر الإنجليز وهم بيلعبوا في معسكراتهم، وبعد ما جربوها انتشرت في كل شوارع المحروسة. الكاتب إدواردو جاليانو في كتاب كرة القدم في الشمس والظل وصف الفرق بين شكل الكورة اللي صنعها الصينيين واللي صنعها المصريين في عهد الفراعنة، وده معناه إن مش الإنجليز هم أول ناس لعبوا الكورة ولا هم اللي عرفوا العالم بيها. طيب جاليانو قال إيه كمان؟ قال إن النقوش التذكارية اللي تاريخها بيعود لقبل الميلاد بتقول إن الصينيين كانوا بيلعبوا الكورة بشكل مختلف، وكان المرمى في نص الملعب، وكان الهدف من اللعبة إن الكورة ما تلمسش الأرض خالص، وكان شرط كمان إن محدش فيهم يلمسها بإيده. وقال كمان في الكتاب إن المصريين واليابانيين في العصور القديمة كانوا بيسلوا وقتهم بتبادل ركل الكرة، وإن في نقوش بتأكد الكلام ده على رخام قبر إغريقي موجود قبل الميلاد ب5000 سنة، وبيظهر فيه راجل وهو بيلعب الكورة بركبته. المؤرخ الإغريقي هيرودوت اللي زار مصر عام 460 قبل الميلاد قال إن القدماء المصريين هم أول من لعبوا كرة القدم، وإن الكرة وقتها كانت بتتصنع من الحجر، وفي نموذج ليها موجود في المتحف المصري. وكمان على جدران المعابد الفرعونية في رسومات بتأكد ممارسة الفراعنة لكرة القدم في عهد الأسرة ال11، وخصوصا في مدينة تانيس المعروفة دلوقتي بصان الحجر. هيرودوت كمان قال إنه اكتشف إن المصريين كانوا بيلعبوا بكرة مصنوعة من جلد الماعز أو القش، وكانوا بيحسبوا الأهداف عن طريق الوصول لخيط مربوط بين عمودين. وفي باحثين اكتشفوا وجود كرات مصنوعة من الكتان وبعضها صنع من جلود الحيوانات في مقابر المصريين القدامى، والرسومات اللي لقوها أكدت ممارسة المصريين القدماء للكرة في الزمن ده. وده برضه اللي أكده الدكتور زاهي حواس اللي يعتبر من أشهر العلماء في علم الآثار، وقال إن أول أشكال كرة القدم اللي نعرفها دلوقتي اخترعها القدماء المصريين، وفي كتير من الكرات ورسومات في المقابر بتأكد الكلام ده. أما الدكتور والباحث السوداني أحمد حسن أحمد في كتابه ظاهرة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في سياق الاقتصاد السياسي والحراك الاجتماعي، قال إن القدماء المصريين أول ناس مارسوا اللعبة، وإن قدماء الرومان نقلوها منهم، وبعدها نقلوها الإنجليز اللي نقلوها للعالم كله بعد كده. وكمان الرسومات الموجودة على بعض جدران مقابر الفراعنة في بني حسن بالمنيا بينت إن الفتيات برضو كانوا بيمارسوا اللعبة بس بطريقة مختلفة، وهي تبادل ركل كرتين أو 3 في نفس الوقت. وبكده رغم إن الإنجليز هم السبب إن المصريين يعشقوا كرة القدم وتنتشر بالشكل الكبير ده، إلا إنهم مديونين للفراعنة بالفضل في اكتشاف اللعبة.